السلام عليكم اخوتي اخواتي، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. غادي نعاود لكم اليوم ان شاء الله واحد القصه ديال واحد الحاج اللي عزيز عليه يدير الخير وتيدي ديال عباد الله اللي تيبني جوامع وتيمخر عباد الله اللي ضرب المليار ونص وزاد مع الطريق. هاد القصص بطبيعه الحال تعجبوا بزاف الناس المتربصين بالمتدينين اللي تيحاولوا يعني يبثوا الهزيمه في تفكير الامه المسلمه، اللي تيحاولوا يديروا بحال هاد القصص ويروجوا بحال هاد الامور. وحنا غادي ان شاء الله نبردوا لهم القلب بهاد القصه اللي غادي تكون النهايه ديالها صادمه. هاد الحاج اللي عزيز عليه يدير الخير وتيدي ديال عباد الله غادي يوجه لنا واحد النصيحه في اخر القصه، غادي نخليوها مفاجاه كما قلنا. بعض الناس غادي يقولوا واه اخويا عبد الرحيم موعظه ناصح، واش قلبتي على القصص صافي؟ لانه تقريبا هذا الفيديو الثاني اللي تنهضر فيه على واحد القصه. هاد الناس تنقول لهم القران راه الثلث ديالو قصص، الثلث ديال القران قصص، والثلث في التوحيد، والثلث الاخر في العبادات والاحكام والاخلاق والمعامله، داخله في هذه الاجزاء كلها، داخله في القصص وداخله في التوحيد يعني في العقيده، وداخله كذلك في يعني الاحكام والعبادات. لذلك فهذا ليس غريبا. ثانيا هذه قناه سميتها مع عبد الرحيم، ما مع لا موعظه ناصح ولا كذا. اذا حنا ما غاديش نبقاو مربوطين كي تربطونا بعض الناس مع الوعظ والتقوى، تيقول لك بقى في الوعظ والتقوى، ما تهضر لينا لا على هادي ولا على هادي. هادي قناه مع عبد الرحيم، وعبد الرحيم واحد الانسان مغربي مسلم، مغربي مسلم. وهذا المسلم الحمد لله حنا المغاربه كلنا مسلمين، ولكن بعض الناس يقول لك معنا اقليات، بالتالي حنا اننا من المسلمين اللي هما تقريبا 99% ديال المغاربه. اذا هذه قناه اخوكم عبد الرحيم الانسان المسلم. ثانيا لا عيب في الوعظ والتقوى، لانه حنا في هذه الارض اساسا لنحقق العبوديه لله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حنا الدور الاساسي ديالنا والمهمه الاساسيه ديالنا في هذه الارض هي تحقيق العبوديه لله وتحقيق التقوى، لانه لابد نعيشوا التنعيه راه غادي نمشيو عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك حنا راه في هذه القناه غادي نتكلموا على مواضيع كثيره ومتعدده، وفي نفس الوقت بخلفيه اسلاميه. المرجعيه ديالنا هي الاسلام، لان الدين والدنيا لا ينفكان عن بعضهما. حنا في هذه الدنيا من اجل تحقيق التدين وتحقيق العبوديه لله عز وجل. اذا هذه النقطه هذه طرقنا، هذا المسمار هذا طرقناه. نرجعوا للحاج النصاب. هذا الحاج مشى لواحد البلاصه تنقول لها حنا المغاربه فيلاج، يعني تقريبا ماشي مدينه وماشي قريه، حاله وسطيه بين المدينه والقريه، واحد التكتل ديال السكان، فيه بعض المظاهر ديال الحضاره، فيه بعض المرافق، ولكن كذلك فيه واحد السكينه مهمه. مشى لهذا الفيلاج ما تعرفوا فيه حتى حد، هو غريب عليه، ومشى يعني ودير واحد خدا ليه واحد السكن تما، عنده السياره ديالو، عنده واحد يعني المظهر، واحد السمت حسن اللي شافوه يحترموا. هذا الحاج مشى لهذا الفيلاج لانه سمع هذوك الناس ديال هذاك الفيلاج بغا يبنيو واحد الجامع، وعلى هذا الجامع هو بغا يخدم وبغا يضرب الضربه ديالو كما تنقولوا. وهذه قصه راه ما غاديش نقولوها حنا من اجل الفراغ ومن اجل تمضيه الوقت، بغينا نقولها باش نخرجوا منها بواحد الفائده، وهذه الفائده غادي تكون ان شاء الله متحققه. وهذا هو الغرض ديالنا من هذه القناه. وقت ما خرجنا يدي معنا بنادم ولو فائده وحده، الا ما دا معنا حتى فائده، يكون هذا المجلس ان شاء الله ذكرنا فيه الله وصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون هذا المجلس وهذا الفيديو حسرة علينا يوم القيامة. لأنه أي يعني لقاء أو أي مجلس ما تذكرش فيه الله أو الرسول فهو سيكون على أصحابه حسرة وندامة وخزيا يوم القيامة. هذا الحاج بطبيعة الحال تعرف على الأعيان وجاء ديال هذا الفيلاج، وجا اللي عرفهم بيبنيو الجامع، جبد لهم مولاي الحاج واحد 100 مليون وقال لهم ارا برا جيب لي الكواميو ديال الصيمه، وجيب لي الحديد، وجيب لي الخدامه، وجيب لي التشرون، ويلا نوض لي النار في هذا الشيء ان شاء الله.
يطلع الجامع دغيا. كذلك يعني مشاو الناس وعاونوا بشويه من هنا وشويه من هنا، ولكن ركزوا على ديك 100 مليون ديال سيدي مولاي الحاج. ملي جاو بيفرشوا الجامع لقاو عاوتاني العرقله، واش بديهم مولاي الحاج؟ وهذا 50 مليون. قال لهم جروا لي نعم سيدي الزرابي وديروا لي التريات وتهلاو في القضيه. راه عرفتوا راه هذا راه جامعي ديال فيلاج، يعني راه 150 مليون اللي عطاهم مولاي الحاج راه قاضيه الغرض. المهم دازت الامور بخير، تبنى الجامع، تفرش الجامع، تتصلى فيه الصلوات وكل شيء. هو هذاك سيدي مولاي الحاج قعد دازت شي اشهر، والمهم راه دار واحد السمعه في هذاك الفيلاج ووجد راسو باش يضرب الضربه الكبيره ديالو. خرج عليهم واحد النهار قال لهم اودي دخلتوا ليا لقلبي، وراه كاينين شي كونطرات لا برا، كاينين شي كونطرات لا برا، انا ولادكم بنتهلا فيهم وبنصيفطهم يخدموا وكذا وكذا وكذا. وهما هذاك الشيء جاهم على الهوا ديالهم. قال لهم راه كاينه يعني خاصكم واحد 8 المليون الواحد. المهم الناس ترموا عليه، قال لهم وجدوا الباسبورات وجدوا كذا وجدوا الوثائق وجدوا كل شيء وجدوا المسائل. قال لهم يلا عطوني القسيمه. كل واحد مشى دبر على 8 المليون، خفن زربن جمع الحصيصه، جمع مليار ونص. مليار ونص. مشى قال لهم غنجيب لكم الفيزات ديالكم ونجيب لكم الكونطرادات ديالكم، كونوا هانيين بيمشي بنادم ويخدموا كل شيء. وهذاك زاد مولاي الحاج كما قلنا مشى يجيب لهم الفيزات والكونطرادات ويصيفط لهم الوليدات باش يمشيو يخدموا ويجيبوا لهم العمله الصعبه. قعدوا تيتسناو الشهر الاول عليه نعول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، 6 شهور. السيد ما بان ليه لا الحس ولا الاثر، تيدوروا ليه ما كاينش مولاي الحاج. مشاو للتويريه ديالو اللي كان ديجا كاريها هو، يعني جابوا البوليس حلوها، لقاوه كاتب لهم واحد الرساله مولاي الحاج كتبها قبل ما يمشي هو. اش لقاو فيها؟ حلوا ديك الرساله، اش لقاو مكتوب فيها؟ ديك البريه اللي خلى لهم مولاي الحاج النصاب. قال لهم هذيك المليار ونص اللي ديت لكم راه ضربكم فيها الطور، صافي ما باقيش غادي تحلموا بها ولا تشدوها، لانه ما باقيش غادي تلقاوني وغادي نمشي ندبر على شي كوان بخرين بحالكم. ولكن قال لهم يا مسخط الوالدين، يا المفلسين، يا المفلسين، قال لهم 150 مليون باش بغيتي تبنيو الجامع ما عندكمش، باش بغيتي تبنيو الجامع وتفرشوه وانتم تبارك الله كتار، 150 مليون ما عندكمش، تتموتوا وتطلبوا وتزوقوا وترغبوا. قال لهم مليار ونص دغيا حضرات. قال لي الجامع 10 سنين نتوما تتزوقوا باش تبنيوه. قال لهم ولكن مليار ونص ديال الكونطرادات دغيا وجدتوها ما كاينه حتى 15 يوم. وهنا كاينه القصه، هنا كاينه الفائده ديال هذه القصه هذه، لانه بزاف الروايات تروى بهذه القصه. هذه القصه تروى برويه، تيقولوا الناس وهذه من صياغ التمريض. ملي تشوف شي واحد تيقول لك قالوا ولا رويه ولا سمعنا شي ناس يقولوا، عرف راه ما كاين والو، عرف راه داكشي فيه الشك، لانه ماشي قال لك سمعت ماشي هد بودنيه قال لي ولا كذا نشوف هذا السيد واش ثقه وكذا وكذا. تيقول لك بنادم قال له، عرف راه ما كاين والو. المهم كما قلنا هذه القصه تتروى بعده الطرق. الطريقه الاولى هو انه فعلا هذا الحاج عاونهم في الجامع تبنى ودار لهم هذا القلب ديال الكونطرادات كما تنقولوا، هذه الخدعات ديال الكونطرادا وهذه النصبه ديال الكونطرادا، ودار لهم يعني مئات الملايين. هذه طريقه. والطريقه الاخرى تيقول لك انه جاوا لقاو بيبنيو الجامع وعاونهم شي 20 مليون وتيعاونهم بواحد الشويه. من بعد يعني هما بطبيعه الحال حتى هما تيجمعوا، قال لهم اجيو راه تنعرف شي مقاولين في واحد المدينه كبرى راه غادي يديروا لنا تخفيضات كثيره في الحديد وفي كذا، وجمعوا ليه دوك الفلوس ومشى هو زعما بحجه انه بغى يمشي لهذيك الشركه يدفع لها الفلوس باش تجيب لهم السلعه وزادوا ما ولا. هذه الطرق كلها تطروى بهذا الشيء. هذه القصه هذه باش تعرفوا هي ما كايناش، ولكن كاينه حتى هذه الطريقه هذه اللي قلت لكم انا ديال انه عاونهم ب 150 مليون
باش يدي ليهم هذيك مليار ونص، بحال اللعبه ديال الداما. الناس اللي تيلعبوا الداما تيعطيه يوكلوا في الاخر تيدير ليه 3 وداما ولا 4 وداما ولا 5 وداما ولا ما عرفت شحال. المهم تيجمع ليه الحصيصه. المهم الفائده اللي في هذا الفيديو هو انه هذا النصاب دا لهم مليار ونص، ولكن عطاهم واحد الدرس. قال لهم انتوما، قال لهم هاد الجامع هذا وحلتوا انكم تبنيوه اعوام وانتوما يعني تتزوقوا وترغبوا وتتموتوا. جيت انا عطيتكم 150 مليون، ولكن ملي قلت لكم راهو الفلوس باش نصيفطوا ولادكم على برا يخدموا ويجيبوا الفلوس وطمعتوا، جمعتوا لي مليار ونص ما كاين حتى 15 يوم. قال لهم تستاهلوا، لانه الخير ما لقى فيكم كاع الله سبحانه وتعالى. يعني في امل الحاجه اللي تنفعكم في الدين ديالكم في الاخره ديالكم، ما لقاش فيكم الله الخير. قال لهم راه بالسيف راه فلوسكم، هاد الشيء لاش يصلحوا انه يتي عليكم عباد الله. وهذا الشيء راه تنديروه بزاف. تلقاو المساجد ديالنا مهمشه في بزاف المناطق، تلقى المسجد مهمش مغول مغبر، الزرابي مكرفسين ولا ما كاينينش، البالي لا خسرت هيبولا خصها تبقى شهرها تبدل، الطواليطات لا حالتهم، البوطيلات تقادات المراحل الجامع ما كاينش اللي سميتو يعمرها، سميتو الحجره الى سدات الميكرو الجامع ما كاينش اللي بدلها. شي تيتموت على شي تيتموت على شي. تتمشي للديور عباد الله تلقاهم كاع مجلجين كاع نقيين، كل شيء تلقاه ناضي، لانه الناس يؤثرون الحياه الفانيه على الاخره، ويؤثرون امر دنياهم عن امر اخرتهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى والاخره خير وابقى. ولكن كحل الراس ما تيفهمش. وهذا الحاج النصاب المهم عطاهم واحد النصيحه ثمنها فعلا يفوق هذيك المليار ونص اللي داها لهم. قال لهم طمعتوا في اولادكم يمشيو يخدموا على برا ويجيبوا لكم الفلوس، وما طمعتوش انكم تبنيوا واحد الجامع لكم يكون يعني حجه لكم يوم القيامه، وتاخذوا به الاجر يعني الابقى والاجر الاكثر، وتاخذوا به الثواب العظيم من رب غفور رحيم. فسلطني الله عليكم وديت لكم الحصيصه. هو ماشي انا الحاج النصاب دا لهم الحصيصه ومشى عند كوان بخرين باش يعاود يدي لهم الحصيصه. ويعني نتمنى انكم خرجتوا بفائده من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.